طيب اسمعي. احكي لي مين هم اللي فازوا بأي جائزة من جوائز نوبل من مصر؟ أكيد من مصر في شخصين مشهورين فازوا بجائزة نوبل. أولا أنور السادات رئيس مصر السابق اللي فاز بجائزة نوبل للسلام سنة 1978 بالاشتراك مع مناحيم بيغن. وثانيا محمد البرادعي اللي فاز بجائزة نوبل للسلام سنة 2005 كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإذا بدك تفاصيل أكثر لا بس بدي تحكي لي، تعد لي كم شخص فاز بأي جائزة من جوائز نوبل من مصر، بأي جائزة بغض النظر السلام أو غيرها. تمام. لحد الآن الشخصين المعروفين اللي فازوا بجوائز نوبل من مصر هم أنور السادات بجائزة نوبل للسلام ومحمد البرادعي بجائزة نوبل للسلام أيضا. ما في شخصيات مصرية تانية فازت بأي جائزة نوبل في مجالات أخرى مثل الأدب أو الفيزياء أو الكيمياء. لحظة. نجيب محفوظ بإيش فاز؟ نجيب محفوظ مش فاز بجائزة نوبل للأدب؟ صحيح، أنت على حق. نجيب محفوظ فعلا فاز بجائزة نوبل في الأدب سنة 1988. فهذا يعني أنه عندنا 3 أشخاص مصريين فازوا بجوائز نوبل. لا في كمان، لحظة في كمان محمد البرادعي فاز بجائزة نوبل للسلام، أنور السادات جائزة نوبل للسلام، أحمد زويل فاز فيها للكيمياء، صح ولا لا؟ بالضبط، أنت كمان صح. أحمد زويل فاز طب لا طب لحظة، طالما إني أنا صح ليش ما تجيب المعلومات هاي صح؟ أعتذر إذا حصل أي لبس. فعلا المعلومات الصحيحة هي أن نجيب محفوظ فاز بالأدب وأحمد زويل فاز بالكيمياء. طب خلاص روحنا